بقول لكم ما مسكش كوره، بيسخن 100 دقيقه تسخين. طب انت فين؟ انت رايح تعمل ايه؟ والله العظيم حرام حرام. واحنا حرام ان احنا ما رحناش كاس العالم، حرام منتخبنا ما راحش كاس العالم. يعني منتخبنا لو بيلعب الاكوادور النهارده كنا زي اللي عملناه، والله كنا غلبنا الاكوادور. يعني بالاداء اللي احنا عملناه امام بلجيكا كنا غلبنا الاكوادور. عندنا منتخب، حرام والله. يعني انت بتشوف قطر النهارده وتشوف ماتشين امام بلجيكا اول امبارح تحزن وتزعل. احنا ما رحناش ازاي؟ ده احنا كنا عملنا حاجه. يعني ماتش الافتتاح ده مصر والاكوادور والله كنا غلبنا الاكوادور النهارده. يعني بحلف بالله كنا عملنا ماتش، لكن قطر مش موجوده. هو ده المنتخب اللي شغال بقى له 10 سنين بيجهز نفسه عشان الماتش ده، بيجهز نفسه عشان 6 شهور قافل عن نفسه، قافلين معسكرات 6 شهور، وفي الاخر الاقي المنتخب ده مش موجود. يا باشا لا تعيرني ولا عايرك الهم تهن وطالك. على الاقل هما بيلعبوا كاس عالم واحنا ما رحناش اساسا. ما كانش ماتش بلجيكا اللي كسبناه، لا اله الا الله. فيتوريا هو الفيرجن الحديث لكيروش. كيروش صاحب مدرسه تدريب برتغاليه كلاسيكيه لم تتطور، وانما فيتوريا من مدرسه التدريب البرتغاليه الحديثه. وهتشوفوا الكلام ده في الماتشات اللي هيقدر ان هو يهاجم فيها، وان هو يكون عنده 2 لعيبه قدام اللعيب رقم 6 في نص الملعب عندهم ادوار هجوميه وبيكملوا ورا الثلاثي الهجومي. هيعمل ده ويعمل ده بشكل كويس جدا. انا مش متفاجئ من اداء فيتوريا بالذات في مباراه بلجيكا، وعارف ان هو مدرب كبير. مصر عندها مدرب كبير وعندنا لعيبه مميزه. لازم العلاقه ما بين الجمهور المصري والمنتخب ترجع لطبيعتها. ما ينفعش كابتن ميدو ما اسالكش على طريقه لعب محمد صلاح ونزوله نص الملعب والاداء المغير اللي عمله في مباراه بلجيكا. يعني فيتوريا لعب بتكتيك مختلف عن كوبر وعن كيروش وعن كل المدربين اللي تولوا وعن كابتن حسام البدري وعن كابتن ايهاب جلال. كل المدربين اللي تولوا المسؤوليه الفنيه لمنتخب مصر الفتره الاخيره. ربنا يكفيك شر النيتي لما يستحمى عشان كسبوا ماتش بلجيكا ولا بس مش عارف ايه. انت الراجل ده يا جماعه لو لعب مش منتخب الاكوادور، لو لعب منتخب السويس هيتغلب في الماتشات اللي جايه. نرحم بقى نفسنا وننظم ونشتغل صح، احنا تعبنا.